السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ تعالوا بقى اعمل لكم وجبة جميلة جدا قوي، هتعجبكم وخفيفة، تنفع فطار تنفع عشاء. معايا كده نسمي الله الاول، سمي الله ونصلي على رسول الله. معايا بطاطس ومعايا بصل ومعايا ربطة من البقدونس. تعالوا حبايبي نبدأ كده نشوف هنعملها ازاي. انا معايا كده طبق ومبشرة، وهمسك البطاطس، هبشرها بالمبشرة زي ما انتوا شايفين كده عشان تديني يعني يكونوا قطع صغيرة كده. يا حبايبي كده انا بشرت البطاطساية بقطع صغيرة زي ما انتوا شايفين كده حبايبي. وهمسك بقى البصلاية برضو نفس الحكاية. هنعمل ايه؟ هنبشرها نفس الطريقة برضو حبايبي. طعمها مش عايزة اقول لكم جميلة، وتبقى خفيفة جدا جدا على المعدة، وحلوة قوي، هتعجبكم ان شاء الله. معايا كده بقى فلفل رومي، انت براحتك بقى عايزه يعني تستخدمي فلفل حار مفيش مشاكل. مستخدمه هنا كده الفلفل الرومي بارد. هقطعها كده بالمقص لان المقص سهل كده عليا. هقطعها قطع صغيره، وقطعت البطاطس والبصل. وهجيب بقى ربطه من البقدونس برضو اقطعها كده بالمقص قطع صغيره كده خالص. جربيها ان شاء الله حبيبتي هتعجبك. وجبه جميله جدا وطعمها يبقى تحفه باذن الله. كده قطعت كل المكونات. هجيب بقى قطعة من الجبنة. انت بقى دي جبنة قريش اللي يعجبك انت، اي جبنة عندك هتنفع برضه حبيبتي. وهجيب بطين وانزل كده على الجبنة، بس الجبنة طبعا بنعمها كده وهرسها بالشوكة، واقلب البيض كده مع الجبنة بنفس الطريقة دي كده. هجيب بقى بتاع 3 معالق من اللبن، انت ممكن تبدليها بالمية مفيش اي مشاكل. هضربهم كويس كده حبايبي. هجيب بقى الملح، واحط كمون وفلفل اسود، واقلب برضو كده المكونات دي كده مع بعض. احط بقى معلقتين من الدقيق واقلبهم كويس عشان ميبقاش مكتل زي ما انتوا شايفين كده حبايبي. اضربهم كده ببعض. هجيب بقى طبق كده وانزل بالبطاطس والبقدونس والفلفل والبصل. كل المكونات دي كده هنزل في الطبق. واجيب بقى الخليط اللي معايا ده، البيض بالدقيق اللي انا عملته، انزل كده واقلب المكونات دي كده مع بعضيها. وكده يا حبايبي جاهزة بقى معايا. هيكون معايا طاسة كده مسخناها على النار، وانزل بقى كده بالزيت وعلى نار متوسطة، وانزل بقى بالخليط بتاعي بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي حبايبي. عاملة قرص كبير كده زي ما انتوا شايفين، وهد النار عشان تستوي كويس. وكده خلصناها مع بعض حبايبي. تعالوا بقى نقطعها كده زي ما انتوا شايفين كده حبايبي. استوت وجميلة جدا، وريحتها جميلة قوي على فكرة، وطعمها ان شاء الله خطير خطير. طعمها جميل جدا وخفيفة على فكرة. طعمها حلو قوي، طعمها تحفة بصراحة، جميلة جدا، هتعجبكم والله حبايبي. جربوها وان شاء الله هتعجبكم. يا ريت يا حبايبي من مطبخ ام محمد ما تنسوش اللايك والشير عشان يوصل لكم كل جديد يا حبايبي، وقناتي مش هتكبر الا بيكم. يا رب يبارك لي فيكم يا حبايبي، واسيبكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.